السلام عليكم. تعالوا نعمل احلى سندوتش ببواقي التلاجة. كل حاجة في التلاجة هنطلعها وهنعملها في السندوتش ده. وعلشان نعمل العجينة هننزل بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقتين من السكر، كوباية لبن او حليب يكون دافي. نبدأ نقلبه ونسيبه 10 دقايق لحد لما الخميرة تتفاعل. طبعا بنقلبه كويس جدا. لما الخميرة اتفعلت هننزل بواحدة من البيضة، رشة فانيليا ودي اساسي طبعا في المعجنات. هننزل بربع كوباية من الزبدة المذابة او السمنة البلدي او السمنة العادية او سمنة وزيت براحتكم خالص. نبدأ نقلب المكونات السائلة كويس جدا. بعد كده هننزل بالظبط ب3 كوبايات من الدقيق، وهنسيب نص كوباية احتياطي، وهننزل برشة من الملح، وهنقلب الملح في الدقيق. وبعد كده هننزل بالمكونات السائلة، هنقلبهم كويس جدا. وبعد كده هنعجنهم، هياخد بالظبط 3 دقايق في العجن. والعجينة ديت مش بتلزق، العجينة دي كويسة جدا علشان مقاديرنا مظبوطة. يعني احنا اخدنا 3 كوبايات من الدقيق، ما اخدناش النص كوباية. بعد كده هنغطيها بعد ما نعجنها كويس، وهنسيب العجينة تتخمر. وكان عندي جبنة فيتا وجبنة بيضة، وكمان جبنة رومي ولانشون وبسطرمة، جبنة موتزاريلا. كمان كان عندي جبنة برمجان نزلت بيهم، ممكن زيتون، اي حاجة متوفرة عندنا بدل ما نرميها حرام. هنعمل بيها احلى ساندوتش ممكن نعمله، بجد طعمه لذيذ جدا ومكلفناش اي حاجة. كل الحاجة والمواد بتاعتنا موجودة في البيت وفي التلاجة. بعد كده لما العجينة خلاص اختمرت نبدأ نكورها ونسيبها 10 دقايق لما ترتاح. وبعد كده هناخد الكرة الأولانية نبدأ نفردها بإيدينا، وبعدين على شكل دورية أو شكل اسطوانة نبدأ ننزل عليها بالحشو بتاعنا. ولو مش عايزين جبن ممكن ننزل عليها بالسوسيس، ممكن ننزل كمان بلحمة معصجة، ممكن ننزل بقطع دجاج مع المشروم أو مع كمان الجزر. بعد ما خلصنا هنسيبها في الصينية لمدة ربع ساعة. بعد كده هندهنها باللبن، أو ممكن ندهنها بصفار بيضة وكمان لبن ورشة فانيليا. لكن أنا استكفيت باللبن، وكمان نزلت عليها بحبة من السمسم وكمان حبة البركة. ولو حابين ننزل عليها بالزعتر مفيش مشكلة، دي طبعا أذواق. ألف هنا وشفا على قلبكم. أهم حاجة هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، هتاخد بالظبط 10 دقايق. وبعد 10 دقايق لما استوت طلعت بالجمال ده، طرية وكمان بتمط. ألف هنا وشفا على قلبكم، واشوفكم في وصفة تانية. مع السلامة.